الأمور خرجت عن السيطرة، شركة أبل وشركة سامسونج وصراع العروش لمن تستمر الغلبة يا ترى، وأخبار مروعة عن تجارب المستخدمين مع نظارة الفيجن برو من أبل. بلشت المشاكل من أول استخدام والكل يصيح لا تشتريها. أخبار تازة تنتظركم، فخليكم ويانا. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذا فبسنة 1998 تربعت شركة نوكيا على القمة وانتزعت عرش الصدارة من شركة موتوريلا، وصارت أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية، وتجاوزت أرباحها كل الشركات، واستمرت وتوسعت مملكتها 14 سنة مثمرة بكل العالم من سنة 1998 إلى سنة 2012. والحقيقة أنه بسنة 2007 كانت نوكيا بأوج عظمتها، وكان تأثيرها جدا كبير بحيث نصف الهواتف المباعة بالعالم من براند نوكيا. ولكن لكل جواد كبوة، فبسنة 2012 أزاحت سامسونج نوكيا من عرش الصدارة، وصارت هي الشركة المتربعة على العرش. ومن ذلك الحين فسامسونج تمسكت بقوة بهذا المركز وما تراجعت للوراء، وكل سنة كان المنافسين على شدتهم وقوتهم يتساقطون شركة بعد أخرى، وتستمر سامسونج بعالم الهواتف الذكية كأكبر شركة مصنعة للهواتف، وأرباحها تتجاوز الكل. ولكن الآن وصلنا إلى منعطف خطير ومفاجئ، لأنه أبل برزت بكل عضلاتها، وما عادت سامسونج متمسكة بالمركز الأول عالميا مع الأسف. لأول مرة بالتاريخ تجاوزت أبل أرباح سامسونج وأرباح الكل، وصارت أقوى وأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية مع أعلى الأرباح. وممكن الآن تتساءلون شلون صار هذا الشيء وليش صار هذا الشيء. Apple has overtaken South Korean technological giant Samsung as the world's top smartphone seller. For nearly 12 years, Samsung's reign as top smartphone seller seemed unshakable, but 2023 brought a twist there. How significant is it that Apple dethroned Samsung over the course of 23? Certainly a victory, right? Given everything going on, it's a really big deal. الآن ومثل ما ذكرت لأول مرة فشركة أبل صارت بالمركز الأول كأكبر شركة مصنعة للسمارت فونز الهواتف الذكية. حرفيا تجاوزت سامسونج على طول سنة 2023 بأعداد الهواتف المباعة. وطبقا للتقارير الرسمية خصوصا من IDC Worldwide، فشركة أبل وصلت إلى 234.6 مليون جهاز، بينما سامسونج حققت 226.6 مليون جهاز. وطبعا بالمراكز الخمسة الأولى بعد أبل وسامسونج اجت شركات شاومي وأوبو وكذلك ترانشن. وإذا تتساءلون عن ترانشن فهذه تشمل مجموعة الشركات الصينية الآيتل، الإنفينكس والتكنو. وآخر مرة ما كانت سامسونج متصدر القمة كان تقريبا في سنة 2010 قبل 13 سنة. وطبعا بذاك الزمن كان عالم الهواتف الذكية مختلف بقيادة نوكيا بالمركز الأول، وبعدها سامي بالمركز الثاني، LG بالمركز الثالث، ZTE بالمركز الرابع، بينما بلاك بيري بالمركز الخامس. وشركة أبل أصلا ما كانت موجودة بالمراكز الخمسة الأولى. والآن شنو اللي خلى أبل تستحوذ على المركز الأول؟ بحسب التقارير فالظاهر إنه الموضوع متعلق بنوعية وفئة الهواتف اللي تقدمها الشركات. مثلا سامسونج تقدم كولكشن كبير من الهواتف سواء الاقتصادية أو البريميوم الفئة العليا، بينما بالمقابل شركة أبل تركز فقط على الهواتف البريميوم الرائدة من أعلى فئة، لذلك قدرت تتحصل على أرباح أكثر ومبيعات أعلى. ونفس التقارير بينت أنه على الأكثر فشركة أبل ما راح تستمر بالصدارة لفترة طويلة. هواوي دا تصعد من جديد، وسامسونج دا تصارع حتى تستعيد موقعها، إضافة إلى أنه كثير من الأسواق اللي كانت سابقا تحت سيطرة أبل صارت الآن تنتقل إلى شركات أخرى سواء من سامسونج أو الشركات الصينية. لكن لو تكلمنا فقط عن سامسونج، خصوصا إذا لاحظتوا أنه الشركة خسرت هواية بالماركت شير، تقريبا ضعف خسارات بقية الشركات، على الرغم من المبيعات الهائلة لسلسلة هواتف الS23 بالعام السابق. والسبب الحقيقي وراء هذه الخسارة هو قرار الشركة بالتمسك بفئة الهواتف المتدنية والاقتصادية بهدف تحقيق الأرباح، لأنه على خلاف أبل فسامسونج تقدم هواتف حتى بال$300. ولكن الآن الشركة انتبهت لهذه النقطة، وأنه آفتر أول فهذه الفئة من الهواتف ما تنطي الشركة الأرباح المطلوبة، لذلك فالأفضل التوجه أكثر للفئة العليا من أجل رفع الأرباح لأعلى ما يكون. إضافة إلى أنه مهما قللت سامسونج من أسعار الهواتف الاقتصادية فلابد من ظهور شركة أخرى صينية تقدم الهواتف بسعر أقل، فلا يوجد جدوى من الاستمرار بهذه الخطط. الآن سلسلة الS24 دا تحقق أرباح خيالية،
وعليها طلب جدا جدا كبير، وبسبب انه هواوي رجعت تستحوذ على السوق الصيني من جديد وتسحب البساط من ابل، فممكن انه سامسونج راح ترجع قريبا للصدارة وللمركز الاول من جديد بسنة 2024. خلوني اعرف آراءكم بسامسونج وابل وبقية الشركات الصينية ولعبة صراع الهواتف. اذا فالظاهر انه شهر العسل لبعض مشتري نظارات الفيجن برو من شركة ابل انتهى، فبحسب موقع ذا فيرج يزداد عدد العملاء اللي بلشوا يرجعون نظاراتهم للشركة الأمريكية، وذكر الموقع أن هناك ارتفاع بعدد المستخدمين اللي يعيدون النظارات البالغ سعرها $3500 بالأيام القليلة الماضية، وهذا بحسب ما تم ملاحظته من الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا تتيح الشركة الأمريكية إرجاع أي منتج بغضون 14 يوم من الشراء، وذكر الموقع أنه أهم أسباب الإرجاع هو عدم الشعور بالراحة أثناء الاستخدام، بينما ذكر بعض المستخدمين أنه سماعة الرأس تتسبب لهم بالصداع ووجع الرأس، وتعذر البعض الآخر بوزن الجهاز الثقيل نسبيا، والحقيقة أنه معظم الوزن يتركز بمقدمة الرأس اللي يجعل استخدام الجهاز مدة طويلة مصدر إزعاج للكل. وصرح مدير تقييم المنتجات بموقع ذا فيرج المتخصص بالتقنية باركر أورتولاني أنه يعتقد بسبب استخدامه للجهاز أدى إلى ظهور احمرار بعيونه، ولاحظ شخص آخر على الأقل أنه صارت وياهم تجربة مماثلة بالنسبة لإحمرار العيون. والصراحة أنه هواية من مستخدمي سماعات الرأس للواقع الافتراضي حتى من بقية الشركات اشتكوا سابقا من مشاكل جفاف العيون واحمرارها. وأكمل أورتولاني اللي رجع الجهاز على الرغم من أنه استخدامها للنظارات كان جيد، لكن بنفس الوقت ما كان مريح ارتدائها حتى لفترات زمنية قصيرة بسبب الوزن وتصميم الحزام. الآن وزن الجهاز وعدم الراحة بارتدائها مو هو المشكلة الوحيدة، لأن هناك شكوى شائعة أخرى، وهي أنه فيجن برو ما تقدم مميزات كافية مقارنة بسعرها الخيالي. وكتب مهندس على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه تجربة البرمجة باستخدام النظارة فشلت بإقناعه وتسببت إلى بصداع قوي عند التجربة. بنفس الوقت الكثير من الأشخاص ذكروا أنه ممكن راح يرجعون بالمستقبل إلى الجهاز بالإصدارات القادمة بشرط معالجة هذه الأمور والمشاكل. وأنتم شنو رأيكم متابعين الكرام بنظارات أبل الفيجن برو؟ شخصيا أعتقد أنه أولا السعر مبالغ به بصورة كبيرة، وبالفعل المميزات اللي بيها قليلة وما تتناسب مع سعرها، إضافة إلى أنه من غير المعقول أنه وزنها وحجمها كبير وغير مريح بالارتداء، إضافة إلى أنه بطاريتها ما تستمر إلا فترة قليلة، فلازم تعالج أبل كل هذه المشاكل إذا أرادت النجاح لقطعتهم التقنية الجديدة. خلوني أعرف آراءكم أيضا بالتعليقات. وخلص هذا كان كل شيء بفيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق وفعلوا وياكم جرس التنبيهات حتى تكونون ويانا على طول أول بأول مع كل الفيديوهات الجديدة اللي ننشرها. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. سلام.